مش لازم تقرا كتير عشان تتغير. في ناس بتفتكر ان القراءة لازم تبقى كتب كتير وصفحات كتير، بس الحقيقة ان السر مش في الكم، السر دايما بيكون في الاستمرار. حتى لو صفحة واحدة بس في اليوم، الأثر بيبان مع الوقت، بيبان في كلامك، في تفكيرك، في قراراتك، في كل جوانب حياتك. حتى افتكر اني كنت بتكلم مع ماما وبابا من قريب، وفجأة قلت حاجة كده، فماما بتقولي: ايه ده، هو انتي واقفة على المنصة ولا ايه؟ فساعتها ادركت ان كل كلمة الواحد بيقرأها بتظهر جواه، وبتظهر في شخصيته وفي ألفاظه وفي كلامه. خلي القراءة عادة زي فنجان القهوة الصبح أو كوباية الشاي بلبن. لو اللي بيشوفني حد نوبي فدي أكيد عادة عنده، ما ينفعش إن هو يفوتها. خليها حاجة بتعمليها من غير ما تفكري فيها كتير، والله هتسيب أثر بمرور الوقت. فمش مهم إن احنا نقرأ كتب كتير، ربنا أصلا مش هيسألك انتي قريتي كام كتاب في حياتك، بس هيسألك عمرك دوت أفنتيه في ايه، وشبابك دوت عملتي فيه ايه. فعلى الأقل يبقى عندك إجابة كده هو تسندك وانتي واقفة بتتحاسبي قدام ربنا على عمرك، ان انتي كنتي بتحاولي تثقفي نفسك وتتعلمي أكتر، علشان تكوني زوجة صالحة وأم كويسة وبنت مطيعة لأهلك، وحد كده مؤثر في المجتمع. بلاش نحط موضوع القراءة ان هو يكون ضغط نفسي علينا. اقرأي بهدوء بس استمري، لان اللي بيكمل مش هو اللي بدأ بقوة وخلص كتاب في قعدة واحدة، لكن اللي بيكمل هو اللي بيحب رحلة القراءة، بيعمل لنفسه أجواء زي كوباية شاي كده ولا كوباية قهوة، وحاجة كده هو دايما تحمسه كأنك بتعملي طقوس معينة. استخدمي هايلايترز، واستخدمي كده هو شوية الحاجات الملونة دي، مش فاكرة اسمها صراحة، حطيها واعملي فواصل واعملي جو حلو علشان تحبي القراءة. فتعالوا نتفق ان احنا نبدأ بصفحة واحدة كل يوم ونشوف الأثر.